النهارده هنتكلم عن ازاي تتخن في رمضان، ازاي تقدر تاكل كفايه عشان تزود وزنك في 10 ساعات بس. بما ان لسه ساعتين على السحور، ممكن استفيد ده بان انا اكل شويه بروتين عشان نزود البروتين فريكونسي. لو حد مهتم يتكلم عن موضوع البروتين فريكونسي ده ممكن نعمل عنه فيديو. المهم دول 100 جرام فراخ بس، يا دوبك ندي زقه كده للبروتين سينثيسيس. وانا بذاكر في الهرنيا ابدومينال وول هرنيا اند امبليكاس او امبلايكاس، مش عارف انه اتقال صح. لو انت عارف اكتب لي في الكومنتات. السحور المعتاد طبق الفول والعيش. ما تخافش يا صاحبي، دول نص كيلو جبنه قريش بس. تعالوا نصلي النهارده في جامع مختلف. من المشاكل اللي هتواجهها لما تحاول تظبط نومك في رمضان انك محتاج تروح الجيم او تتمرن وانت صايم. انا ما عنديش مشكله مع ده، متعود عليه، يعني عملته السنه اللي فاتت برضه في رمضان. كنت بحب اروح بدري عشان الجيم يبقى فاضي شويه، لكن بعد المغرب الجيم بيبقى مدعكه. فيلا نروح الجيم ونشوف هعرف اتمرن وانا صايم ولا الاداء هيبقى اقل شويه. بما اننا اتكلمنا عن ازاي تخس في رمضان، النهارده هنتكلم عن ازاي تتخن في رمضان، ازاي تقدر تاكل كفايه عشان تزود وزنك في 10 ساعات بس. الموضوع يبدو مستحيل على الورق، وشباب كتير بيخسروا التقدم اللي عملوه طول السنه. عشان ده ما يحصلش معاك انت كمان، لازم تطبق كام نصيحه كده هقول لك عليهم النهارده. واحد، لازم تزود عدد الوجبات. مفيش حاجه اسمها واحد رفيع وعاوز يزيد في الوزن ويقول لي انا باكل فطار وسحور بس. لازم تاكل على الاقل 4 وجبات. هتفطر الساعه 6، تقعد شويه وتصلي التراويح، فلنقل لحد الساعه 9. تاكل وجبه كمان على 10 او 10 ونص، تروح الجيم هتقعد لحد 11 ونص لحد 12. ترجع من الجيم تاكل تالت وجبه على 12 او 12 ونص، وكده 3 وجبات. يبقى فاضل لك اخر وجبه اللي هي السحور. رقم 2، اتسحر سحور ضخم. بلاش سحور بالطين وكوبايه زبادي، ده احنا عايزين نستغل انك كده كده هتبقى صايم لفتره طويله، انك تاكل اكبر كميه ممكنه من الاكل على السحور. عايزك تتوكم بمعنى الكلمه، كده كده انت مش مطلوب منك تاكل خالص لمده 14 ساعه قدام. 3، ما تبقاش مجنون بروتين. لو انت واحد رفيع وعاوز يزيد في الوزن، المفروض اولويتك الغذائيه ما تبقاش للبروتين، لا تبقى للسعرات. كل بروتين طبعا وحاول تزود نسبتك في اليوم، بس ما تخليش الموضوع يحط عليك عبء مادي زياده. ركز على الاكل عالي السعرات اللي فيه كربوهيدرات كتير زي الرز والمكرونه والعيش، والاكل اللي فيه دهون كتير زي المكسرات زي الفول السوداني وزيت الزيتون. حاول تزود من الحاجات دي في كل وجبه عشان تقدر تزيد في الوزن. ولو عايز تتخن وبتاكل اقل من 5 ترغيفه في اليوم، يبقى بصراحه كده انت بتهزر. 4، ما تشربش ميه خالص. مش بهزر، ما تشربش ميه خالص، بس تشرب سوائل. انا بنصح اي حد في رمضان انه يشرب 4 لتر ميه، بس في حالتك انت بنصحك تشرب 4 لتر عصير. اختار اي عصير بتحبه وسعراته عاليه، قمردين، خشاف، كركديه، تمر هندي، وحط عليه كميه سكر كويسه. يا عم ده السكر الابيض وهتجيب لي مقاومه انسولين. بلاش ضحك، سكر ايه اللي هيجي لك وانت وزنك كده؟ خليك واقعي لو سمحت. ولو ما عندكش سكر وراثي يبقى ما تصدقش اي كلام بتسمعه. وانا مش بقول لك تشرب كيلو سكر كل يوم، انا بقول لك حلي المشاريب بتاعتك بشكل طبيعي، بما فيهم ازازه الميه اللي بتاخدها الجيم. ما تخليهاش ميه، خليها عصير. ومفيش حوار ان الانسولين لما يعلى هيخلي الجي اتش ينزل، الكلام ده مش بيفرق على المدى البعيد نهائي. وبما اننا جبنا سيره التمرين، فرقم 4 هي انك تروح الجيم وتلعب تمارين مقاومه او تشيل حديد. مفيش حاجه اسمها مشغول. روح الحد الادنى 3 ايام في الاسبوع، روح يومين في الاسبوع والتزم بيهم طول رمضان عشان الوزن الزياده اللي بتكسبه ده يبقى عضلات مش كرش. 5، ما لا يدرك كله لا يترك كله. لو في يوم من الايام حصل انك قعدت بره البيت من الفطار للسحور، سهرت مع صحابك على القهوه، ولا كان وراك سفر او اي حاجه تانية، ده مش معناه انك تنسى الاكل. حتى لو مالكش نفس تاكل، شوف اصغر واسهل طريقه ممكن تزود بيها سعرات. كل شارع في بلدك فيه مخبز فينو، هات لك بتيهيه بالعجوه ب5 جنيه، ولا كام رغيف عيش كلهم على السريع وانت واقف. يعني هاكل عيش حاف؟ ما تاكل عيش حاف، هو حرام. اوعى تتحجج بالوقت او الفلوس عشان تبرر انك مش بتاكل كفايه، لان دايما في اختيارات ارخص وبتاخد وقت اقل تقدر تستخدمها. دول 5 نصايح لو التزمت بيهم طول شهر رمضان، اوعدك انك هتطلع من الشهر ده وزنك زايد وعضلاتك اكبر شويه وادائك احسن في الجيم. انا شايف ان ده احسن من ان اديلك دايت ثابت تفطر كذا وتتسحر كذا وتاكل كده في باقي الوجبات، واخليك تنفصل عن عيلتك في شهر زي ده. اروح اكل بقى، ويا ريت انت كمان تستغل الفرصه دي عشان تاكل.